بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وبركاته. من ارض مركز شباب فيشا سليم يسعدني ويشرفني ان التقي باثنين من كوادر كرة القدم في كفر الخاض، الكابتن ابراهيم الغنام والكابتن الجميل عاصم الغنام. التوأمة اللي انتم عاملينها مع مركز شباب فيشا سليم جميله جدا. تقول يا ابو كباتن على التوأمة اللي هي بينتج عنها برضه المحبه والمؤاخاه والحاجات الجميله. طبعا يا كابتن، طبعا احنا زمايل من غير اي حاجه، بعيد عن الكوره خالص وبعيد عن الرياضه عامه. احنا اصحاب يعني من زمان، وعشره وعيش وملح بيننا وبين جماعه بتوع اللعيبه بتوع فيشا. وطبعا احنا يعني هنا بنيجي طبعا عشان ايه، نجمع ونشوف بعضنا. بقالنا فتره كبيره قوي ما شفناش بعضنا، وبعدين بنتجمع بقى هنا في فيشا، في الارض الغصبه لكره القدم يعني بمعنى صح، لانها طبعا فيها لعيبه كبار، مركز شباب على اعلى مستوى، وناس طبعا حبايبنا واخواتنا من زمان. فاحنا بنيجي طبعا عشان نلعب شويه كوره ونسلي نفسنا. طبعا عدى العمر بينا، فالعمليه يعني احنا بنرجع ذكريات زمان بس. نجوم كبار يا كابتن، ربنا يخليك. نجوم كبار والله يا كابتن عاصم، والله احنا اتشرفنا بحضرتك. ربنا يعزك يا رب. والكابتن ابراهيم الغنام نجمنا برضه. تقول يا ابو الكباتن على التوأمة اللي ما بين مركز شباب فيشا سليم وكفر الخاض. لا طبعا احنا بقى لنا فتره كبيره عاملينها، بنيجي هنا وهم بيجوا عندنا يوم، وبيبقى يوم جميل وبنشوف بعض كلنا، لانهم كباتن كبار. وعلى فكره فيشا مرتع النجوم، لانها ولاده للنجوم، وطبعا كلهم كباتن كبار. واحنا مش عايز اقول لحضرتك ان احنا برضه بنتعلم منهم، وهم اصدقائنا وزمايلنا من قبل كره القدم، ولعبوا معانا في انديه كتير، والحمد لله يعني يوم جميل يعني. حبيبي يا كابتن ابراهيم، برضه الحاجات دي بتمد اوصل المحبه، بتمد اوصل يا كابتن جوده. طبعا يا كابتن، هي كره القدم معروفه ان هي للتعارف والاخلاق وتم الرياضه. كفايه ان احنا نتعرف على بعض وننزل، ابقى نازل على اصدقائي واصحابي حتى زمايلي في الملاعب والاصدقاء. يا كابتن عموري بعدين كابتن جوده طالع من ارض الملعب وعايزين نصوره. كابتن جوده، كابتن جوده لوريس، تعالى كابتن جوده، تعالى كابتن جوده، تعالى. لا هو دايما كده على طول، ما بيحبش الكاميرا، هو بعيد. انا شايفها يا كابتن بصراحه كده، لعيبه مركز شباب فيشا سليم في حب لعيبه كفر الخاض طبعا من زمان. طبعا ده بقول لحضرتك من واحنا صغيرين دايما كنا بنتجمع وكنا بنلعب دورات. طبعا كلهم لعيبه كبار، اخواتنا فيهم الاكبر مننا وفيهم من سننا وفيهم الاصغر برضه، عشان يجي يتفرج يشوف احنا بنتواصل ازاي مع بعض، وبنقعد مع بعض ونقابل بعض في كل مكان، في طنطا هنا في اي سفريه بنجمع بعضنا هنا، وفي يوم من الاسبوع وبنيجي بقى يعني نقعد نحكي مع بعضنا كده الاول، وبعد كده تنوروا زي ربنا يخليك. وبعدين يعني بيبقى يوم بصراحه متعه في الكوره، يعني كل واحد بيطلع اللي عنده كله. بالنسبه لنجوم فيشا طبعا حدث ولا حرج منهم، طبعا الكباتن الكبار بتوعنا، وطبعا الكباتن بتوع كفر الخاض اللي عندنا. بنيجي طبعا يعني نلعب شويه كده محبه كده ما بين بعضنا، مش بتفرقش بقى مين اللي يكسب ومين اللي، بس طبعا في تعصب يعني، مش هقول لك لا في تعصب كبير، في تعصب بس لا الحدود، لا التعصب موجود طبعا. تقول لي يا ابو كباتن على برضه المحبه اللي ما بينكم وما بين مركز شباب فيشا سليم. والله يا كابتن احنا طول عمرنا وفيشا سليم طبعا هي مش عايز اقول لحضرتك ان هي البلد اللي يعتبر البلد الام في الوحده المحليه هنا، لان احنا تابعين لوحده فيشا سليم، فيعتبر هي البلد الام بالنسبه لنا دلوقتي. وبعدين على فكره على مدار الدورات كلها احنا لما كنا بنحتاج مثلا 2 3 لعيبه كنا بنيجي ناخد من فيشا سليم، وهم في الدورات كانوا برضه بييجوا ياخدوا مننا. فاحنا على طول في صداقه مع بعض، وعلى طول متواصلين حتى من غير الكوره. احنا في المناسبات دايما بنبقى حاضرين وهم بيبقوا حاضرين معانا. انا اقول لحضرتك سبب المحبه. سبب المحبه يا كابتن الاصل القاعده الصاروخيه. طبعا ده كنا بنروح نلعب صح يا كابتن. ده الملعب القديم بتاعنا. ده طبعا ده اللي احنا اتربينا عليه، ده اللي احنا اتربينا فيها طبعا. طبعا يا كابتن، ودي سبب على فكره يعني، ده سبب القرب بيننا وبين فيشا، لان كان الملعب واحد، ما كانش فيه اصلا ملاعب لا عندنا ولا هنا. كنا بنتجمع في في الارض الصاروخيه. بس بصراحه يعني كانت متعه والله العظيم. بعد بدايه المعرفه وبدايه الصداقه كانت من هناك، من ارض التراب هناك. ده كان زي الاولمبياد طبعا، يعني كان مجمع ناس كتير قوي. بس يعني الملعب كان 5 ملاعب يا كابتن. يمكن بس يا كابتن هي طريقه اللعب بتقرب شويه المسافات، يعني طريقه لعبنا شويه بالنسبه لفيشا قريبه شويه من فيشا. يعني احنا يعني متقاربين في حته اللعب، زي عندنا مثلا فنيات جديده، زي مثلا عندنا مثلا اشطوط. كنا يعني لما كنا نروح اشطوط نفس المهارات، او مثلا
في تكات كده اللعيبه مع بعضها، بس بتحس ان الحاجات متخارمه مع بعضها. في بعض اللعيبه موهوبين. طبعا ده في موهبه كانوا يستاهلوا انديه كبيره يا كابتن. طبعا يا كابتن، بالنسبه لفيشه في لعيبه يعني على اعلى مستوى كان، بس هو النصيب وكره يعني ما يعني بتكلم على البلديه لما ربنا بيدي خلاص يعني. هي العمليه بقى رزق في الاول والاخر. الكره دي رزق، انا متاكد ويقينا ان هي رزق في الاول والاخر. عشان كده في لعيبه ما حصلهاش نصيب كتير وناس 70% عندنا لعيبه ما شاء الله يعني عندنا في البلد بتلعب دوري ممتاز مستريح. فيشه نفس القصه، في اشطوط، في بيرما، في البلاد اللي حوالينا دي كلها معلش يعني بتلعب دوري ممتاز والله مستريح. بس هو النصيب وهي الكوره كده. يعني هنقول الكوره ظلمه؟ لا، ما هي مش ظلمه يعني، بس هي الكوره نصيب ورزق وربنا مقسم الارزاق. هي خلاصه كده. كابتن ابراهيم، هو فعلا السبب ده القاعده الصاروخيه؟ طبعا القاعده الصاروخيه، لان احنا اتربينا هناك وهي كانت الملعب بتاعنا. بس انا عايز اضيف جمله كابتن، ان احنا عهدنا طول عمرنا في الدورات ان دايما فريق فيشه او فرقه فيشه ستيم عمرها ما عملت مشكله في دوره، عمرها ما عملت مشكله في اي بطوله على مراكز، في بطولات مراكز الشباب، في بطولات اللي هي البطولات الوديه، البطولات الرسميه عمر ما فرقه فيشه ستيم عملت مشكله مع حد. وبعدين انا عايز برضه، هي جت متاخره شويه